السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم مرة جديدة على قناة علاماتني الحياة مع سما. والمرة دي هنتكلم في قائمة كلام من القلب. النهاردة الفيديو بتاعنا عن اضطراب ما بعد الصدمة، أو الصدمة بعد اكتشاف إن شريك الحياة نرجسي أو نرجسية. طبعا الكلام زي ما قلنا احنا بنتكلم إن الضحية هي الزوجة لتسهيل ليس إلا، إنما ممكن نقلب كل الكلام لو كانت ضحية من الرجال، يقلب كل حاجة بس بما تناسبه، إنما كلام واحد للطرفين. الكلام هيبتدي بعد شوية. أنا حابة بس أتكلم معاكم كلمتين في البداية. أنا كنت ابتدأت بسلسلة كلام من القلب، كنت حابة إن أنا أتكلم معاكم عن حاجات اتعلمتها في حياتي، والكلام يبقى طالع من قلبي مش مترتب ولا كاتبة له سكريبت معين. يعني يكون كلام عشوائي من قلبي في حاجات عرفتها واتعلمتها في حياتي. وبعدين لقيت الكلام أخدنا إلى الكلام عن اضطراب الشخصية النرجسية، لما له من أثر كبير جدا وانتشار واسع حوالينا. ويمكن كان منتشر الاضطراب ولكن كان الوعي قليل، فما كناش فاهمين حاجة. كنا بنقول اهو كل الرجاله كده، اهو كل الستات بتستحمل، وكتير بقى من الامثله اللي هي بتخلي الواحده تكمل والست اللي تعمر، او الاب يطفش والام تعشش، وامثله كده كتيره بتتقال، اللي هي بتحط المسؤوليه كلها او نسبه اكبر فيها على الست ان هي تحافظ على البيت وتكمل. وكتير الكلام اللي بيتقال للزوجه في ساعات الخيانه مثلا، ان شوفي نفسك، شوفي فيكي ايه ناقص او غلط، خليه يبص بره. كل الكلام والاتهامات اللي هي بتشيل المسؤوليه عن الراجل في موضوع الخيانه بالذات، وان هو بص بره، وتحطها كلها على الست وقد ايه انها مقصره، وتشوف التقصير فين بقى وتصلحه، وكأن هو مش مسؤول، وكأن هو طفل صغير. في واحده بتيجي تخطفه، وواحده اهملت فيه، وواحده جت خطفته وعوضته النقص اللي عنده نتيجه الاولانيه اللي نقصته، وهكذا. وهو طفل ما شاء الله كده ما عندوش اي مسؤوليه في اي حاجه. وللاسف اتعمل وعي جمعي وطلعنا على ده في الافلام وفي المسلسلات وفي القصص والدراما والحاجات اللي اتربوا عليها اهالينا من هم صغيرين ونشأوا عليها. وللاسف يعني اجيال بتسلم لاجيال نفس الفكر العقيم ده، لغايه لما بدا يبقى في شويه وعي، في صحوه كده في الفتره الاخيره، كام سنه الاخيره. وبدانا نسمع عن ايه هو اضطراب الشخصيه النرجسيه، وبدانا نوعى ونفهم. فبدانا نكتشف حوالينا الشخصيات النرجسيه، ومن الشخصيه النرجسيه واضطراب الشخصيه النرجسيه شكينا في ناس حوالينا كتير، وبعدين بدانا نفهم ان في انواع اضطرابات تانية متشابهه مع اضطراب الشخصيه النرجسيه في بعض الصفات. فلا، لازم نعرف نفرق ازاي. ومن هنا كانت احساسي بالمسؤوليه ان انا اتكلم في الاتجاه دوت، وبدات اتكلم وبدات انشر الوعي. صحيح في قنوات كتير وفي دكاتره وفي متخصصين كتير بيتكلموا في موضوع الشخصيه النرجسيه وضحيه الشخصيه النرجسيه وهكذا. بس حسيت بالمسؤوليه ان من كتر ما بلاقي حواليا في المجتمع القريب والمجتمع الواسع الكبير من انتشار الموضوع دوت، وقد ايه اثره واسع على كل الاجيال، سواء كانت الاجيال اللي واقع عليها مباشر او الابناء، وبعدين بيتاثروا ويطلع منهم ضحايا ويطلع منهم نرجسيين جداد، فالاثر بيبقى اوسع وبينتشر. فحسيت بمسؤوليتي ان انا لازم اتكلم. ولان يهدي الله بك رجلا واحد خير من حمر النعم. فقلت ومن أحياها كمن أحيا الناس جميعا. لو ربنا أنقذ عن طريقي روح كانت معذبة في حياة فيها شخصية نرجسية، يا رب يجعله في ميزان حسناتي. وبدأت واشتغلت في النقطة ديت واهتميت بيها، وسبت باقي قوائم التشغيل اللي في القناة واهتميت بالقائمة ديت وركزت عليها. وبعدين رجعت قلت لنفسي في ناس كتيرة واقفة على الثغر ده، يعني اوجه يعني اهتمامي لحاجات تانية ممكن ادي فيها احسن. وبعدين رجعت لقيت اسئله كتيره بتجيلي، وفي فعلا رغبه ملحه للوعي، وحسيت تاني بمسؤوليتي. يعني ضميري تاني اشتغل في ناحيه لا، انت عندك مسؤوليه، طالما عندك علم ما ينفعش تكتميه، ولازم تطلعي وتبلغي وتقولي. لعل اللي حد ممكن انت توصلي له يكون ما وصلوش ناس تانيين، فيبقى كل واحد شغال من اتجاه، وهدفنا كلنا رفع الوعي ويشيل الغمامه بتاعه الجهل من على عقولنا وعلى عيوننا. علشان كده رجعت تاني هبتدي اتكلم تاني في سلسله الشخصيه النرجسيه وكيفيه التعامل معاها. وهنبتدي النهارده باضطراب ما بعد الصدمه. كنت اتكلمت في قائمه التشغيل ديت اللي هي كلام من القلب، على يعني ايه نرجسيه، مين هو النرجسي وانواعه، مين هي الضحيه وانواعها، ونقط الضعف اللي فيها اللي بتخلي نرجسي يقدر يستغلها ضدها، والاسره النرجسيه لما بيكون فيها اب وام نرجسيين او احدهما، والاطفال اللي موجودين فيها. واتكلمنا كمان القائمه ديت عن حب الضحيه للشخصيه النرجسيه، هل هو حب حقيقي ولا تعلق، وليه بيحصل. واتكلمنا كمان عن حيل التلاعب النرجسي، وليه الضحيه بتكمل سنين طويله رغم الالم والعذاب اللي هي بتتعرض له، والضحيه وادمان الضحيه للنرجسي وللحياه معاه وللاذى اللي بينوبها منه، وازاي تتخلص كمان من الادمان دوت. وده كان ضمن مجموعه او سلسله فيديوهات بتتكلم عن التشافي والتعافي من العلاقه المرضيه النرجسيه.
اتكلمنا في كل الكلام ده، والنهارده حابة أكلمكم عن الصدمة اللي بتحصل للضحية بعد ما بتكتشف إن فات من عمرها مع النرجسي كتير أوي، سنين كتيرة، وكل ده كان وهم، كل اللي كان بينها وبينه وهم، كل أفكارها ومعتقداتها عن الحب وعن العلاقة اللي بينها وبينه، واعتقادها إن كان في فعلًا علاقة زوجية بينها وبين النرجسي، إنه ده كان وهم وكان تمثيل وما كانش حقيقة. فيالّا بينا على طول نعرف إيه هي أعراض الصدمة اللي بتحصل للضحية بعد ما بتكتشف إن شريكها في الحياة كان شخص نرجسي. وأول عرض من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة بيكون البكاء المستمر وبدون سبب. بتلاقي الضحية بعد لما بتعرف إن شريكها نرجسي بتبدأ يبقى عندها عياط مستمر طول الوقت، بتعيط حزن على اللي فات، بتعيط حزن على نفسها، قد ايه هي كانت مش فاهمة، مخدوعة، بتدي مشاعر في غير مكانها، مضحوك عليها بانها مصدقة انه في مشاعر حقيقية، قد ايه كانت بتضحي وكان عندها استعداد تضحي بكل حاجة في سبيل شريكها وبيتها وولادها والحياة كلها معاه علشان الدنيا تستقر، قد ايه هي كانت بتبذل مجهود وكانت دايما بتتهم بالتقصير وتفضل تبذل مجهود زيادة وزيادة وزيادة علشان خاطر تحاول تكسب رضاه وما كانش نافع، فبتبدأ يعني تحس كل المشاعر السلبية ديّة تخلّيها طول الوقت عمّالة بتبكي. تاني عَرَض هو استرجاع الذكريات العاطفية، سواء كانت الذكريات ديّة حلوة أو وِحشة. وده بيحسسها بالخجل من نفسها، الخوف من اللي جاي، إحساس بالقهر، بيدّيها إحساس بالقهر وقلة الحيلة والعجز، وفي نفس الوقت عندها غضب وغيظ ورغبة في الانتقام وزعل، وخصوصًا إنها بتبقى غالبًا مش قادرة تسيبه وتغيّر حالها نتيجة لعدة أسباب، ممكن يكون منها إنه في ولاد، إن في روابط اجتماعية معيّنة رابطاهم ببعض، أو احتياجات مادية مش قادرة توفّيها، أيًا كان الأسباب اللي بتبقى موجودة عند الضحية بتخلّيها مش قادرة إنها تنهي العلاقة وتنتصر لنفسها في التوقيت اللي هي مصدومة فيه دوّة، كل ده بيحسسها بالقهر والضغط، فبتبقى جواها مشاعر سلبية قوية جدًا. تالت عرض من أعراض الصدمة إن بييجي لها كوابيس، تبدأ كل أمّا تنام تيجي لها كوابيس كتير، سواء كانت كوابيس عن موضوعها مع النرجسي وحياتها معاه، أو أفكارها المستقبلية، أو كوابيس ما لهاش علاقة بالموضوع، المهم إن هي نومها بيبقى ما فيهوش استقرار، بيبقى كلّه أرق، بيبقى كلّه تعب، بتنام وتفضل تحلم بكوابيس كتيرة وتقوم تعبانة ومُجهدة وأعصابها تعبانة أكتر، فتبدأ تدخل أكتر في دايرة من الأفكار السلبية والأفكار العاطفية، سواء كانت حلوة أو وحشة، بالذكريات اللي بتقعد تفتكرها، وكل ده بيخلّي أعصابها هشة جدًا، فبتفضل برضه تعيّط طول الوقت، تفضل داخلة في دوّامة كده، ده بيسلِّم لده. رابع عرض من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة إنه هي بتبدأ تنقد ذاتها أو بتنقد نفسها وبتلوم نفسها وبتجلد ذاتها بشكل مبالغ فيه جدًا في الوقت ده. يعني بتفضل تقول لنفسها إزاي قبلتِ ده على نفسِك، أنتِ كده ضعيفة، أنتِ غبية، أنتِ اللي وقّعتِ نفسِك في اللي أنتِ فيه دلوقتي، أنتِ لو كنتِ بتفهمي، أنتِ لو كنتِ أخدتِ بالِك، إزاي آمنتِ، إزاي ما فهمتيش السنين دي كلها، إزاي تعدّي عليكِ الوقت ده كله وأنتِ عبيطة كده ومضحوك عليكِ، أنتِ ضعيفة، إزاي تصبري كل دوّة وإزاي تدّي له فرصة إن هو يدمّرِك، أنتِ مش عارفة تدافعي عن نفسِك، أنتِ لسه حتى بعد ما عرفتِ كل دوّة مش عارفة تاخدي موقف ومش عارفة تحمي نفسِك ولا تحمي عيالِك، وكتير، كتير، كتير من الاتهامات اللي بتبدأ الضحية توجّهها لنفسها وتجلد بيها ذاتها، و للأسف بتعرّض نفسها لوجع أكبر من اللي هي فيه. خامس عرض إنها بتبقى شخصية متجنبة، يعني إيه متجنبة؟ يعني بتتجنب الناس، تتجنب الأماكن، تتجنب التفاعل مع أي حد، لو ليها شغل بتبقى مهملة فيه وبتسيبه وبتبعد عنه، ما بتروحش، بتتجنب أي نشاطات تخلّيها تخرج برّه البيت وتتعامل مع الناس، وده من إحساسها إن كل الناس هتشوفها بشكل من 2، يا إما هيشوفوها الضعيفة الخايبة وكل اللي هيشوفها هيبقى مشفق عليها ويقول الخايبة أهي اللي بوظت حياتها، اللي ما فهمتش، اللي ضيعت نفسها، الفاشلة، ويا عيني على اللي حصل لها المسكينة الساذجة، يا إما هتلاقي حد تاني يقول لها أنتِ ليه استحملتِ كل ده، ليه صبرتِ كل ده، أنتِ إزاي كل ده عدّيتيه، أنا لو مكانِك كنت سِبته من زمان، أنا لو مكانِك ما كنتش سمحت له يعمل فيّا كده، أنا، ومزيد من اللوم الاتهامات، وهي بتبقى مش مستحملة ومش ناقصة، فنتيجة الأفكار ديّة بتبدأ تتجنب الناس، سواء كانت ديّة أفكار عندها أو بالفعل بتقابل ناس في بداية الموضوع إن يقولوا لها الكلام ده، فبتتأكد إن هي كل ما هتقابل حد هتسمع منه نفس الكلمتين، فبالتالي بتبدأ يبقى عندها سلوك تجنبي، وبتبعد زي ما قلنا عن الخروج والأماكن والتفاعل مع الناس نهائيًا، فبتبدأ تحط نفسها في قوقعة كده وتنعزل.
سادس عرض من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة هو جمود عاطفي. بتصاب بجمود عاطفي مؤقت، هي مش طبيعتها، هي شخصيتها في الأساس في الغالب شخصية متعاطفة وعندها المشاعر عالية جدا، لكن بتصاب في التوقيت دوت بجمود عاطفي مؤقت، بتكون مش قادرة تتعاطف مع حد زي الأول، ما حدش بيصعب عليها فعليا. وممكن كمان يبقى عندها في التوقيت دوت عدائيه، او ممكن تبقى عندها احساس انه محدش فارق معاها، اللي هو يعني ايه اللي هيهمني اكتر من اللي انا فيه، فمشاعرها بتبدا تتبلد شويه، بس ده بيكون زي ما قلنا شيء مؤقت وبيعدي. سابع عرض لاضطراب ما بعد الصدمه بيكون عندها قلق اجتماعي، فبتخاف تكون موجوده في تجمعات فيها اهل قرايب صحاب، علشان بتكون حاسه انها مش طبيعيه زيهم، نتيجه اللي حصل لها او نتيجه اللي اتعمل معاها، فبتحس ان هي اقل منهم. يعني ديت مع زوجها ديت عايشه حياه كويسه، دي حياه مستقره، فبتحس ان هي يعني انا ايه، انا اللي اتخدعت، انا الوحشه، انا الساذجه، انا الضعيفه، انا المضحوك عليا، انا اللي ما فهمتش، انا اللي اتحطيت في ده واللي حواليا كويسين. فبتبدا يبقى عندها نوع من القلق الاجتماعي اللي بيخليها برضو تتجنب تجمعات الاهل والقرايب علشان الاحساس السلبي ده. ده لان هي بيكون عندها قلق فعلا من التعامل مع اي حد تاني نتيجه الصدمه اللي اتعرضت لها من اكتر حد وثقت فيه في حياتها، وكان المفروض ان هو اقرب لها من اي حد تاني حواليها. فاذا كان القريب مني عمل فيا كده، امال الباقيين ممكن يعملوا معايا ايه؟ فبتبدا يبقى عندها قلق من اي حد حواليها، وبتبقى ثقتها مهزوزه في الناس. وده نقدر نقول عليه هو تامن عرض من اعراض الصدمه، ان هي ثقتها في اللي حواليها بتتهز او بتضيع تقريبا، فبيبقى مش عندها ثقه في حد. نيجي بقى لتاسع عرض من اعراض الصدمه، بيكون عندها ارق وفرط يقظه. بتصاب بالارق وفرط اليقظه، زي ما قلنا احنا من شويه ان هي بيجي لها كوابيس كتير وهي نايمه. اصلا عقبال لما بتنام بيكون عندها ارق وصاحيه اوقات كتيره ودماغها شغاله وما بتفصلش، وما عندهاش قدره على النوم ببساطه زي الاول. ممكن يجي لها كمان انفجارات عاطفيه وبكاء هستيري نتيجه مشاعر الوجع، وممكن يجي لها الام، تحس بالام في جسمها وصداع طول الوقت، تحس طول الوقت انها مخنوقه، عندها وجع في منطقه التنفس، منطقة الزور، منطقة الهواء كده والصدر، تحس ان في خنقة وفي حاجة طابقة على نفسها، مش قادرة تتنفس، بتنفس بصعوبة، مش طايقة نفسها ومش طايقة حد. وده من اهم اعراض برضو الصدمة. نيجي لعاشر عرض صعوبة التركيز. بيكون عندها صعوبة تركيز مع اي حاجة في حياتها او حواليها، لانها بتكون حاطة كل تركيزها في تفكيرها العاطفي. هي دلوقتي اللي مسيطر عليها المشاعر والاحاسيس اللي هي عندها، قاعدة تكتر طول الوقت كل مشاكل حياتها بقى، وتسترجع بذكرياتها كده، وحصل وحصل وحصل، وكل المواقف السيئة السلبية عمالة تفتكرها، بس بالتفكير الجديد بتاع ان الشخصية دي شخصية نرجسية مؤذية، وانه كان قصده انه يعمل فيها الشيء الفلاني او يأذيها بالطريقة. ان هي تفضل تكتر المشاكل اللي حصلت كلها وتقعد تحزن عليها اكتر ومن جديد، وتعيد وتزيد وتحس المشاعر وتعيدها وهكذا. عرض ال11 الخجل السمي. يعني ايه؟ يعني اللي هو زي ما بنقول احساس العار، بيبقى عندها احساس بالخجل زياده قوي، اللي هو بيبقى كأنها حاسه بالعار من نفسها، عندها رغبه انها تتبرى من نفسها، اللي وقعتها، هي شايفه ان هي وقعت نفسها في البلوى والكارثه اللي هي موجوده فيها دلوقتي، ما عرفتش تحميها، ما عرفتش تدافع عنها. وكمان نتيجه ان هو النرجسي عاش فتره طويله، في اغلب الاوقات سنين، عاش يكسر فيها ويركز على عيوبها فتره طويله، فبتحس انها معيوبه وملهاش قيمه وفاقده القدره على حمايه نفسها، وانها كمان ما تستاهلش الاحترام. فنتيجه المشاعر المختلطه دي كلها اللي زرعها فيها النرجسي في فتره وجوده معاها، واللي بتحسها بعد ما بتكتشف الحقيقه، بيبدا يبقى عندها هذا الخجل السمي اللي بيخليها برضو بيصب في انها مش عايزه تعرف حد، مش عايزه تتكلم مع حد، مش عايزه توري نفسها لحد. كان الله في عون كل مبتلى يا رب. العرض ال12 احساسها بالخنقه قلنا والكتمه، دي كنا قلناها في نقطه قبل كده. احساسها بالخنقه والكتمه، وبتكون مش عارفه ان ده نتيجه ميكانيزمات دفاع المخ عنها. ربنا خلقنا بطبيعه مخنا وكمان عقلنا الباطن بيبدا يعمل دفاعات نفسيه تلقائيه كده علشان يحمينا من ردات الفعل العنيفه لاي حاجه وحشه بنتعرض لها في حياتنا. فبيبدا المخ بيعمل بطريقه معينه، وكمان عقلنا الباطن بيبدا يعمل علينا حيل معينه علشان يخفف عننا الصدمه، ولكن برضو بتبقى لسه الاثار سلبيه. العرض ال13 بتبدأي تشوفي الدنيا كلها زي ما النرجسي بيشوفها. يعني ايه؟ يعني زي ما قلنا قبل كده في الفيديوهات فيما سبق، ان النرجسي بيشوف الدنيا كلها وبيتعامل مع كل حاجه على انها يا ابيض يا اسود، مفيش عنده الوان في النص. عنده يا الشخصيه دي حلوه يا الشخصيه دي وحشه، وحلوه قوي يا وحشه قوي، ما عندوش الدرجات اللي في النص ديت، يا الاكستريم يمين يا الاكستريم شمال.
فبتبدأي أنتِ بعد ما كنتِ شخصية عادية وطبيعية جدًا، بعد التعرُّض للصدمات المتكررة مع النرجسي، ما هو طول ما أنتِ عايشة مع النرجسي بتتعرّضي لصدمات صغيرة، 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 لحد ما بتيجي تاخدي الصدمة الكبيرة بتاعة إن هو تعرفي إن هو شخصية نرجسية مؤذية وإنه قاصد كل اللي كان بيعمله معاكِ. فخلال الحياة مع التعرُّض للصدمات المتكررة ديّة بتبدئي يبقى تفكيرِك شبه تفكير النرجسي. غير إنِّك أنتِ طبعًا بتشربي منّه نتيجة العِشرة لفترات طويلة، فبتبدئي تشربي طريقة تفكيره أساسًا، اللي هي برضه بتبقي بتشوفي الدنيا برضه يا أبيض يا أسود، ما فيش عندِك درجات في النُص. ده برضه من الأعراض الهامة اللي بتبقي فيها بعد خروجِك من العلاقة النرجسية، أو بعد ما بتكتشفي وبتبدئي تشتغلي على نَفْسِك بعد كده، حتى لو أنتِ مستمرة في العلاقة، بس بيبقى ده من ضمن الحاجات اللي حصلت لِك واتأثّرتِ فيها في النرجسي وظهرت عليكِ. العرض ال14 التفكير الانتحاري، وده أخطر عرض طبعًا في الأعراض كلّها. إنه بعد ما بتكتشفي النرجسي وبتفهمي النرجسية وكمان تلاقي إن في نرجسيين كتير حواليكِ، ممكن ييجي لِك شعور ورغبة في الانتحار وإنِّك تتخلّصي من الحياة معاهم. ما أنتِ مش هتقدري تتخلّصي أو تقاومي كل اللي حواليكِ دول، بتبدأ الصدمة تبقى أكبر. ما أنتِ لمّا بتبدئي تفهمي النرجسية وبتبدئي تطبّقي على اللي حواليكِ، بتبدأي تكتشفي نرجسيين تانيين، مش هو واحد بس اللي في الحياة، ده في كتير. فممكن تبقي بتفكري بتقولي طب انا مش هقدر اتخلص من الحياه معاهم، وللاسف بتبدا تيجي افكار انه لا، انا اخلص من حياتي احسن واخلص من الحياه اللي هي جمعاني بيهم دولت. او ممكن تفكري انك انت تتخلصي منه هو شخصيا، يعني برضو تفكير صعب جدا. لكن الافكار ديت بعيده عنك وعن شخصيتك تماما تماما. انت شخصيتك شخصيه محبه للخير متعاطفه. دي بتبقى افكار بس نتيجه الصدمه ونتيجه الالم الشديد اللي انت حاسه بيه دلوقتي، وسرعان ما بتختفي الحمد لله وما بتكملش معاكي الافكار ديت. احنا كده اتكلمنا عن اعراض اضطراب ما بعد الصدمه، بعد ما تعرفي مباشره انه شريك حياتك اقرب حد ليكي وثقتي فيه وحبتيه شخصيه نرجسيه مؤذيه، فبيحصل لك كل اللخبطه ديت. طيب الخبر الحلو انه انك انت ممكن لو اشتغلتي على نفسك باخلاص باتقان فعلا بحب بتركيز، انك انت هتقدري تتخطي الكلام دوت في فتره وجيزه. بس المهم فعلا تكوني حاطه لنفسك برنامج علاجي، سواء قدرتي تعمليه مع نفسك في البيت بمتابعه متخصص، او قدرتي تتابعي مع متخصص على ارض الواقع فعلا واستشرتي حد وقدر يساعدك انك انت تتخطي ده. المهم انك انت تمارسي التشافي والتعافي من العلاقه النرجسيه، وتكوني فعلا ماشيه بخطوات ثابته ناحيه تعافي وتخلص من العلاقه دي او من اثارها، حتى لو انت لسه مستمره في العلاقه فعلا ما انفصلتيش عن النرجسي ولا حاجه. طيب نقدر نقول ان احنا عندنا خطوات ممكن نعملها علشان نتغلب على اضطراب ما بعد الصدمه ونبدا ناخد فعلا خطوات في حياتنا. الخطوات دي كالتالي: اول حاجه، اول ما بتعرفي ان انت في علاقه مسيئه والشخص الاقرب ليكي واكتر شخص وثقتي فيه وحبيتيه هو اكتر شخص مؤذي ليكي في حياتك، فبيحصل لك الصدمه ديت. بيبقى عندك مشاعر ملخبطه كتير. شويه بيبقى عندك احساس بالغضب وبالحزن وبالرغبه في الانتقام، وازاي عمل معايا كده، وازاي سبته، وازاي وصلت للي انا فيه، وازاي. وفي نفس الوقت تلاقي عندك مشاعر تانية عكسها تماما، مشاعر فرحه كده وانبساط، وتحسي انك انت الحمد لله، ايوه انا مش وحشه، يعني انا مش الحد الوحش اللي هو بيقول عليه، زي ما هو قاعد يقنعك على مدار سنين وينتقدك ويوصلك ان انت اللي فيكي وفيكي، وانت السبب في بوظان العلاقه، وانت اللي مش عارفه توصلي لدماغه، وانت اللي مش عارفه تريحيه، وانت اللي فيكي نواقص وحاجات كتيره، وهو يا عيني اللي صابر عليكي. فبتبدا يبقى عندك المشاعر المتضاربه ديت. سيبي نفسك، حسي مشاعرك وعيشيها وما تكبتيهاش. عيشي كل مشاعر لما تجيلك زي ما هي، بس تبقي فاهماها. دي اول خطوه ممكن تعمليها مع نفسك. ادي لنفسك مساحه انك انت تحسي المشاعر وما تكبتيهاش وما ترفضيهاش وافهميها. تاني خطوه تعمليها مع نفسك، او تاني حاجه ممكن تعمليها، انك انت تشوفي حد تثقي فيه، تحكي له اللي حصل لك، تنفسي معاه، توصفي له مشاعرك. والافضل لو يكون حد متخصص، ما يكونش حد عشوائي. ولو مش متاح بالنسبه لك انك انت تتابعي مع متخصص، ما بتقدريش تخرجي، الظروف الماديه مش احسن حاجه ومش مساعداكي، فشوفي حد يكون اكتر حد بتثقي فيه وواثقه ان هو مش نرجسي، وواثقه ان هو عنده حكمه وعنده سعه صدر ان هو يسمعك. ولو ما فيش لا ده ولا ده، لا ده متاح ولا ده متاح، فتقدري انك انت تقعدي تتكلمي مع نفسك بالكتابه. في ناس الكتابه تقيله عليهم، حاولي في البدايه، هتبقى تقيله، بعد كده هيبقى الموضوع اسهل. مش قادره تكتبيه على ورق، ممكن تسجلي فويسات، بس تكوني حريصه ان الفويسات ديت تمسحيها اول باول علشان ما تقعش تحت ايد حد وياخدها عليكي. فانت فضفضي لنفسك مع نفسك وطلعي، اهم حاجه ان انت تطلعي المشاعر اللي جواكي ديت. لو مع حد ثقه تمام، لو مع متخصص يبقى افضل، لو ما فيش لا ده ولا ده زي ما قلنا يبقى بالكتابه، او سجلي لنفسك فويسات واسمعي مشاعرك، اسمعي نفسك وانت بتتكلمي عن مشاعرك. تالت حاجه، لازم تحسي ولازم يكون لك سند، لازم يكون جنبك سند يقف في ظهرك ويساعدك ويحس بيكي، يدافع عنك ويجيب لك حقك.
يحبك وتحبيه، تثقي فيه وتكوني متاكده انه مش هيخذلك ابدا، يكون قوي وقادر على انه يحميكي. كل ده وكل اللي بتتمنيه واكتر منه هتلاقيه في مين غير في ربنا سبحانه وتعالى. ربنا النرجسي وعلاقته بيه ولفك ودورانك في فلك وحواليه طول الوقت، طول السنين اللي فاتت، خلاكي نسيتي نفسك ونسيتي علاقتك بربنا ونسيتي انك تلجئي له ولانك انت محتاجه له. لازم تحاولي ترجعي، ابداي ارجعي تاني، وطدي علاقتك بربنا، ارجعي تاني، بصي على عباداتك، بصي على علاقتك بربنا كده قد ايه بقت يا معدومه يا سطحيه، مجرد تأدية عبادات لاسقاط الفرض ليس الا. ارجعي تاني، قربي من ربنا والجئي له وناجيه واشتكي له، عيطي كتير بين ايديه، ادعي له. مش هتلاقي زيه سند، مش هتلاقي حد يحبك قده، مش هتلاقي حد يفرح برجوعك ليه زي فرحه ربنا بيكي، مش هتلاقي حد قوي زيه ويقدر يقف جنبك ويقف في ظهرك وينصرك. ادعي له كتير، ادعي له وانت على يقين انه هيبقى معاكي وهينصرك. هيقف معاكي في وقت ضعفك وهينصرك لحد ما يقويكي وهينشلك وينتشلك من المستنقع اللي انت وقعتي فيه، وهيساعدك وهيفتح لك ابواب، ونفسك هترتاح وهي قريبه منه. لان نفسك بعد ما بعدت عنه الفتره اللي فاتت دي كلها وللاسف كانت بتدور حوالين شخص مؤذي، تعبت، فنفسك من حقها انها ترتاح بجد بقربها من ربنا سبحانه وتعالى. ابداي تاني، ارجعي وطدي علاقتك بربنا وصلحيها، وارجعي تاني الجئي له حق اللجوء واستعيني بيه، هيعينك ومش هيسيبك ابدا. رابع نقطه ممكن تعمليها مع نفسك بعد اضطراب الصدمه، انك انت لازم تبداي تاخدي خطوات عمليه فعلا في التشافي والتعافي، وما تتغريش ابدا في مشاعر الكره اللي انت حاساها ناحيته في التوقيت دوت، فتقولي لنفسك خلاص انك انت اتخلصتي من ادمان وحبه ده، انت بقيتي بتكرهيه كمان. لا بالعكس، انت معنى مشاعر الكره الموجوده عندك انك لسه مدمناه. التشافي بياخد وقت، لان علاقتك بيه كانت فتره طويله، اثرت على كيمياء مخك وجسمك وهرموناته. وطول ما في مشاعر اتجاه الشخص ده سواء كانت ايجابيه، يعني عندك مشاعر حنين، بتفتكري مشاعر حلوه، مواقف حلوه، في مشاعر ايجابيه، حب بتحسي انك لسه بتحبيه لغايه دلوقتي، او حتى لو المشاعر دي بقت مشاعر سلبيه وبقت مشاعر كره ورغبه في الانتقام والكلام ده، طول ما في اي مشاعر سواء سلبيه او ايجابيه اعرفي ان انت لسه مدمنه النرجسي ولسه متعلقه بيه، ولسه محتاجه تعملي التشافي والتعافي عشان تخرجي بره دايره ادمانه وتخفي وتبداي تبصي لنفسك وتطوريها. خامس حاجه ممكن تعمليها او لازم تعمليها انك انت تزودي وعيك اكتر بالنرجسيه. وكمان مش هنفضل مهتمين ان احنا نعرف عن النرجسي وبس، لازم تعرفي انت نمط شخصيتك ايه، ايه اللي خلاكي ضحيه، ايه النمط اللي خلاكي وقعتي ضحيه للشخص النرجسي، وتبداي تفهمي هي ايه نقاط قوتك وايه نقاط ضعفك، ونقاط القوه تزوديها وتقويها وتدعميها، ونقاط الضعف تقوميها وتصلحيها. انت في الفتره اللي هي بعد ما تعرفي انه نرجسي بيبقى عندك شغف ان انت عايزه تزودي وعايزه تفهمي وعايزه تتزودي وتعرفي اكتر، فاستغلي ده في انك انت تعملي اللي احنا قلنا عليه. سادس حاجه تعمليها مع نفسك او تعمليها لنفسك بعد اضطراب الصدمه او بعد ما تكتشفي ان شريكك شخصيه نرجسيه مؤذيه، خدي بالك لنفسك، تحطك في دور الضحيه اللي طول الوقت عماله بتشتكي ومش بتحاول تعمل خطوات ايجابيه لنفسها، نتيجه رغبتها انها تفضل في منطقه الراحه بتاعتها وعدم رغبتها انها تبذل اي مجهود عشان تنقذك. وابداي اتعاملي معاها زي الطفل اللي بتحايليه كده وبتطمنيه وبتحاولي تساعديه ان هو يتغير للاحسن ويساعد نفسه على التطور. سايسيها واحده واحده علشان تقدري تنجحي انت وهي ان انتوا تطلعوا بره المستنقع ده وتبداوا تتطوروا تاني مع بعض وتتصالحي عليها. سابع حاجه ممكن تعمليها لنفسك، انت لازم تشغلي وقتك بهدف مهما كان الهدف ده كبير او صغير، تشتغلي عليه سواء كان باجر او يكون عمل تطوعي، حاجه جوه البيت او حاجه بره البيت، كل واحده حسب امكانياتها تشوف ايه اللي ممكن تعمله، بس لازم يكون عندك حاجه تشغلك، هدف تسعي ليه، تسعي لتحقيقه، يملى وقتك وفي نفس الوقت يحسسك بالانجاز. زي ما قلنا سواء كان هيكون باجر او يكون عمل تطوعي تبع مؤسسه او دار او اي حاجه ممكن انك انت تبذلي فيها جهد وتحسي فيها بانجاز. تامن حاجه والاخيره، ان زي ما قال الدكتور محمد طه ان العلاقات المسيئه حلها ومقاومتها واصلاح اثرها بيكون بوجود علاقات صحيحه سويه مفيده. اغلب ضحايا النرجسيين يكون نجح النرجسي ان هو يعزلهم عن اي علاقات تانية في حياتهم، سواء كانوا اصحاب اهل، حتى لو في علاقات فبتكون علاقات نوعا ما سطحيه بسيطه جدا، ممكن تكون في المناسبات او يعني ملهاش اثر ملهاش تاثير مش عميقه. فانت واجب عليكي دلوقتي انك انت ترجعي علاقاتك باصحابك بقرايبك القدام اللي كانوا بيحبوكي وانت بتحبيهم وكان ليهم اثر طيب في حياتك، او لو مش في الامكان انك انت تعملي ده ممكن تعملي صداقات جديده، بس المهم ان انت تكوني بتنتقي فعلا من الناس اللي حواليكي، ما تكونيش بتقعي مع اي حد وخلاص، يعني ما تفتحيش الباب لاي علاقه جديده اي صاحبه جديده من غير ما تكوني بتنتقي، لا انتقي علشان زي ما قلنا تقدري تحصلي على علاقه سويه تصلح ما افسدته العلاقه المسيئه اللي كانت في حياتك. لازم زي ما قلنا تقربي من ربنا و تزرعي في نفسك الامل ان انت اللي جايه احسن، انت بتشتغلي على نفسك، انت بتسعي، انت ربنا لو ما ارادش بيكي خير ما كنتيش وجه وعيك وشال الغيامه اللي على عينيكي وعلى قلبك، ما كانش بصرك بانك انت في مشكله وبصرك بحلها وحط رجليكي على اول خطوات. ربنا ساعدك، ساعدي نفسك،
استمري، انتظمي على التشافي والتعافي، وخليكي كلك يقين ان اللي جاي احسن، وان انت قادره، وان انت قويه، هتساعدي نفسك، هتساعدك، وان شاء الله هتوصلي لافضل حال من اللي كنتي عليه قبل النرجسي كمان. مش ترجعي لنفس الشخصيه، لا، ده انت ان شاء الله بعد التعافي هتبقي على شخصيه افضل من اللي كانت قبل النرجسي، لان الشخصيه اللي هي قبل النرجسي ديت هي اللي وقعتك في براثن علاقه سيئه مسيئه. فانت لما هترجعي ان شاء الله هترجعي للشخصيه افضل واحسن ومتطوره اكتر وواعيه اكتر، فهيبقى من الصعب او من المستحيل انك تقعي تاني مع شخصيه نرجسيه تانيه، سواء حتى لو مش في علاقه ارتباط، يعني لو مش زوج وارتباط عاطفي، حتى لو كانوا اصحاب، حتى لو كانوا قرايب، هتقدري تفهمي بسرعه بعد كده ان شاء الله النرجسيين. وحتى لو كانوا نرجسيين مش هينفع ان انت تتخلصي منهم نتيجه اسباب خاصه بيكي او نتيجه ان هم قرايب ورحم، فمش هتقدري ان انت تبعدي عنهم، بس هتبقي عندك الوعي الكافي اللي يخليكي تعرفي تحطي حدود وتحجمي النرجسيين دولت وتحجمي اذاهم عنك. وان شاء الله تابعي معايا في القناه، هنعرف بعد كده اكتر ازاي نتعامل مع الشخصيات النرجسيه، ازاي نحط لها حدود، ازاي نجنب نفسنا اذاهم، وازاي نعرف نتعامل معاهم ونتعايش. ان شاء الله ده كله في الفيديوهات الجايه. بتمنى لو انتم مش مشتركين في القناه تشتركوا، ولو انتم من احبابي اللي موجودين معايا من قبل، انا مبسوطه جدا بوجودكم وباستمراركم معايا وبدعمكم، متشكره ليكم جدا. وان شاء الله بستنى اي تعليقات واي اسئله زي ما تعودنا قبل كده ان احنا بنجمع الاسئله وبنعمل كل فتره حلقه للرد على اسئلتكم بس. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي على خير، ومع السلامه.